هلا بالخير. لغاية دلوقتي الأخبار اللي بتجيلي أخبار حصرية. مش عايزين نقول من المصدر اللي جوه النادي الأهلي. أنا بصراحة أنا شخص بيحب النادي الأهلي جدا، وهو بيظهر في النادي الأهلي إن هو راجل بيحامي عن النادي الأهلي، إن هو في الآخر بيجيب الأخبار ليا لحد عندي وبكل الأخبار اللي أنا محتاجها. والله سواء انت قال لاعبين، سواء موجود مين ومش موجود، حاجات أنا محتاجها بلاقيها قدامي. اللي أنا محتاجه بلاقيه في قدامي. طب يا عم احنا قلنا امبارح الشناوي، مين تاني نروح من النادي الاهلي الزمالك؟ او ممكن يبقى 50-50 بصراحه، يا اهلي يا زمالك يا بيراميدز، من الاهلي للزمالك يا بيراميدز. طب مين هو اللاعب اللي احنا بنتكلم؟ هو رامي ربيعه. رامي ربيعه هو اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، هو انه رايح نادي الزمالك او نادي بيراميدز. فكون هما الاتنين عايزين رامي ربيعة، النادي الاهلي عرض 12 مليون، الزمالك عرض 20، ورامي ربيعة بيقول لك انه عايز اكتر من 12 طبعا. فالزمالك عرض 20 وبيراميدز عرض 30. فانت رامي ربيعة تروح لمين فيهم؟ محدش عارف. طب بمستوى رامي ربيعة ده حد يدفع فيه 15 جنيه؟ ما حدش يدفع 15 جنيه في رامي ربيعة. مستوى رامي ربيعة لا يأهله. الراجل ده اول الموسم اللي فات الراجل ده كان بره النادي الاهلي. دلوقتي في النادي الاهلي هو حاليا يعتبر ماسك النادي الاهلي حاليا. هو يعتبر رئيس الفعلي. هو لو كابتن محمود الخطيب مشي هو اللي هيمسك النادي الاهلي. تمام. وهيمشي عم حارس. تمام. وهيخلي مين تاني موجود؟ وهيخلي امام عاشور اللي هو لسه متخانق معاه بالمناسبه امبارح في ماتش الاهلي والهلال، ولا اول امبارح. لسه متخانق مع الراجل. فالدنيا تمام وكله فل. وشتيمة من هنا، شتيمة من هنا، محدش يعني محدش ساكت للتاني، وكله بيقول له يا عم ماشي تمام مفيش مشكلة. طبعا لو حد اتعاقب في الموضوع فهو رامي ربيعة. ليه؟ لأن إمام عاشور ما بيتعاقبش. إمام عاشور ماسك سيديهات على الفرق النادي كله. وغير كده وكده انا راجل شاتم وانت جبت له انا شاتمك، يعني انت راجل يعني اقول لك ايه تاني؟ انا افترض دلوقتي ان انا وانا وانت في حاره. تمام. وانا شتمتك بكل الالفاظ المتناهيه والمتنابيه والمتنافيه مع الاداب العامه. وفي الاخر جيت قلت لي والنبي انت حبيبي تعالى خد بوسه. آه، طبيعي هركبك بعد كده. وده اللي بيحصل. النادي الاهلي حاليا يعتبر مملوك لامام عاشور وللكابتن حافظ خال امام عاشور. كابتن محمد ابن مش خال. اظن كابتن حافظ ده حما كابتن امام عاشور. واخو زوجة امام عاشور هو الكابتن احمد اللي محدش يعرفه دلوقتي هو بيلعب في نادي ايه. لكن هو تقريبا في نادي الاهلي. هو كان امام عاشور في الزمالك، فالراجل ده كان مع الزمالك، الراجل ده كان في الاهلي، فالراجل ده مع الاهلي. طب قلنا رامي ربيعة مع النادي الاهلي حاليا مش احسن حاجه، غير عقده بينتهي كمان شهر. يعني في كاس عالم راح منه. طب تفتكر نادي زي الترجي هي ممكن مثلا يسيب رامي ربيعة؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان هم عايزين لعيبه طويله في كاس العالم معاهم. نادي زي صن داونز هيسيب رامي ربيعة؟ لا. نادي زي الهلال هيسيب رامي ربيعة؟ لا. نادي زي الوداد هيسيب رامي ربيعة؟ لا. فهو الراجل ده كده كده عايز يلعب كاس عالم. فممكن يليس الدنيا شويه لحد كاس العالم، بس مع الاهلي كده مش هيدفع شرط جزائي اللي هو يجي له من الفرقه التانيه يدفعه وخلاص خلص. قضي الامر. وبينه وبينك ايه حته شرط جزائي ما يكملش حاجه، ممكن مثلا يكون مليون 2 مليون 25 مليون 250 مليون. فالراجل ده كده كده اصلا مش من ابناء الاهلي يعني. الراجل ده مش متربي في الاهلي زي مثلا ايمن اشرف نقدر نتكلم عليه. لكن ده راجل يعني الراجل ده كان جاي من فرقه تانية. الراجل ده جاي من سبورتنج لشبونه. بعد طبعا ما جاله الصليبي هناك والاهلي هو اللي خده ونضفه من وقتها هو في النادي الاهلي. من ساعه ما انا بدات ابص على التلفزيون شويه اتفرج على الكوره، هو الراجل ده من 2013 لغايه دلوقتي في النادي الاهلي. بقاله اكتر من 12 سنه في النادي الاهلي. فهل يجي اليوم اللي انا اشوف رامي ربيعه خارج النادي الاهلي؟ يا راجل ده خد دوري بالعبيط. الراجل ده مع 5 افريقيا. 5 افريقيا وانت ازاي ما عملتش غير هم 5 افريقيا. انت واخد بالك لعب معاه 5 والزمالك نفسه ما عملش 5. فدي حاجه معصباني شخصيا. ليه؟ لان هو مش اللاعب برضك اللي شارك في 5 بطولات. ده رامي ربيعه في بطولتين منهم كان نزل في الدقيقه 89 وانا في الدقيقه 92. احنا مش هنيجي على دماغ بعض. انا بطولة الترجي دي هو واخدها كان طالع منها في الدقيقة 92. بطولة الزمالك ده نزل في الدقيقة 89. فعقلانيا هو راجل اصلا ما شاركش في الكلام ده كله، بس اتحسبت له. لبس الميدالية وخد الكاس ورفعه وتصور بيها هو والحاجة امه ومراته. فبالتالي أنا مش مستوحى خالص ان رامي ربيعة يروح لاي حد. فبالتالي شوف مين اللي هيروح له، وهو كده كده جمهور الاهلي مش زعلان منه اصلا.